النهارده هعمل معاكم الرز بتاع الريزو بتاع كنتاكي. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا ايه. عندي هنا بصلايه، لازم يكون بصل ابيض، بصلايه متقطعه مكعبات. عندي توم، 3 فصوص توم مهروسين او متقطعين شرائح براحتك. عندي مرقه دجاج 4 مكعبات. انا هقول لكم الكميه اللي انا هعمل بيها الرز. انا هحط 4 بس، هما المفروض بيحطوا 8 و10 و12 وحاجات كده، بس احنا مش هنحط الكميه دي كلها، هنحط 4 مكعبات. عندي نص معلقه سكر، ونص معلقه ملح، ونص معلقه فلفل اسود. عندي هنا هوت صوص، هناخد ربع كوبايه. عندي هنا صويا صوص غامقه، هاخد منها معلقتين بالظبط. وعندي هنا معلقه زبده كبيره. وعندي 3 كوبايات ونص رز متصفيين، مغسولين ومتصفيين في المصفى. يلا بينا نبدأ الرز بتاعنا. عندي بقى الحلة بتاعتي على النار، حطيت فيها، انا معايا 3 كوبايات ونص رز، حطيت 4 كوبايات ونص مية. اول ما تغلي هنزل البصل والثوم، هنزل مرقة الدجاج. بعد ما المية بتاعتنا اخدت غلوتين هنزل بالتوابل بتاعتي. هنزل معلقه كبيره صويا صوص، ما تزوديش قوي منها علشان ما تمررش معاكي. وهننزل بالربع كوبايه. وبعد ما الميه عندي غليت بتاعه الرز، انزل بقى بالرز بتاعي بسم الله، مغسول ومتصفي كويس. هنحط الزبده بتاعتنا بسم الله، وهنقلب كده. بسم الله لحد بس ما الزبده بتاعتنا تسيح وارجع لكم تاني. وبعدين الميه عندي خلاص غليت بقى والرز جواها. هنقفل وهنسيبها لمده 15 دقيقه والنار عليها وسط. الرز هيعجن منك جدا. انا هقول لكم هعمله ازاي ويبقى طالع برضو، مش هقول لكم فلفل، بس هيبقى الرز يعني شايفه الحبات كده قدامك، مش كله معجن في بعضه. وبعدين طبعا نخلي بالنا عشان الرز بتاعنا ما يتحرقش، لانه رز الريزو بيلزق بسرعه. زي ما انتم شايفين المرحله دي انا كده قلبته تقليبه خفيفه. وبعدين هنوطي بقى النار شمعه لحد لما يستوي كده. اقدر ان هو ما يبقاش معجن معايا، شايفين عامل ازاي؟ بس بتحطيه في صينيه وتفرديه، تفردي الرز كده. يا ريت تبقى صينيه اكبر. كان طبق رز الريزو قد كده بالظبط. انا كان نفسي والله اخلي لكم الطبق، بس مش احنا يعني ما جبنا الوجبات وكده رميناها. عايزه اقول لكم بيبقى الطبق بالظبط قد كده، السمك من تحت، وبيبقوا حاطين فيه بالظبط، بصوا، كبشتين زي دي كده او 3 كبشات، وبيحطوا عليها صوص من فوق كده. وبيحطوا عليها قطع الريزو اللي هي الفراخ اللي بيعملوها ستريبس دي، بيحطوها من فوق. هوريها لكم برضو واحنا بنقلي الفراخ. فعايزه اقول لكم الطبق الواحد هيبقى اكيد ب50 او اكتر. فتخيلي لما تجيبي الكميه كبيره جدا، ويا ريته اصلا بيشبع. فلو عملتي الرز بالطريقه دي والله رز ريزو بالظبط. وهجيب الفراخ بتاعتي، بصوا اللي تبلناها امبارح، شايفين؟ وعندي دقيق، نص كيلو دقيق. وعندي طبق فيه ميه. يلا بينا نشوف هنقلي الفراخ بتاعتنا ازاي. بسم الله. مش عارفه انتوا كده شايفين ولا لا؟ بصوا بقى، اول حاجه نمسك الفراخ بتاعتنا كده، نحطها في الدقيق، وبعدين نقلب من تحت لفوق كده كتير. ده دقيق بس، مفيش عليه اي اضافات ولا حاجه. هنعمل كده تمام. وبعدين باجي في طبق الميه بتاعي ده، وانزل الفراخ كده واطلعها وارجعها تاني في الدقيق. اعمل تاني نفس الكلام، ارمي عليها الدقيق كتير كتير كتير
هتطلع معاكي نتيجة رائعة. هوريكم بعد ما اخلص خالص واحنا بنقلي في الزيت، هوريكم هيبقى شكلها عامل ازاي. خليكم معايا. تعالوا بقى ندخل في مرحلة الزيت. اولا الزيت عندي انا كنت معليه عليه شوية وسط كده لحد لما سخن. تمام. انا عشان اقليها وما تتحرقش مني، بعد ما الزيت بتاعي يبقى سخن جدا هبدأ اوسطن الزيت. بس اهم حاجة ما تحطيش كمية الفراخ كلها، لان الزيت هيبرد وهتشرب منك ومش هتبقى فراخ كنتاكي، هتبقى فراخ وتطلعيهم وتعملي اللي بعده. بسم الله كده، شايفين؟ شكلها كده. وطبعا تبشريها وتفضلي قدامها وتقلبيها، بس ما تقلبيش فيها كل جنب كل شويه، لا سيبيها على الجنب ده وبعد كده قلبيها على الجنب التاني بعد ما الجنب اللي تحت يستوي علشان ما تشربش منك زيت. انا نسيت اقول لكم ان انا معايا صدور فراخ بانيه، هعملها بنفس الطريقه في الدقيق والميه علشان نقدمها على الرز الريزي. الفراخ عامله ازاي شايفين؟ هفتحها لكم طبعا عشان سخنه، بس هفتحها لكم عشان تشوفوها هي مستويه ولا لا. طبعا ده الصدر بتاع البانيه اللي قلت لكم ان انا هعمله، اللي هو صدر الفرخه. هقطعه وهبدا بقى اجهز كل الحاجات واوريكم التقديم هيبقى عامل ازاي. بصوا حطيت الرز وقطعت عليه قطع الدجاج. هنا بقى انا عملت الصوص اللي احنا بنحبه، حطيت معلقه عسل نحل وحطيت معلقه هوت صوص. تمام. وقلبتهم كده مع بعض، اخدت كده منها وحطيت هنا. بس كل واحد طبعا يعني عايزه تحطي باربيكيو ماشي، هما بيحطوا طبعا اللي هي الباربيكيو اللي عليها برضو معلقه عسل نحل ابيض اهي. عايزه اقول لكم يجنن، خليكم معايا اما اوريكم الكول سلو بتاعت امبارح اللي عملناها بالليل مع بعض نشوفها عامله ازاي. بصوا بقى الكول سلو بعد ما قعدت في التلاجة، بصوا نزلت بقى الصوص اللي بيبقى، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. بصوا شايفين كل ده، وطعمها بقى طبعا خطير خطير. يلا بينا نغرفها مع بعض. السلطه بتاعتنا جاهزه للاكل. بصوا الجمال. بصوا انا كده، معلش يا جماعه الكاميرا فصلت مني. بصوا الفراخ بتاعتنا ما شاء الله مستويه كلها وزي الفل. انا مش عايزه بقى اقطع الفراخ علشان اللي ياكل ما يبقاش متضايق ان انا فتحت الفراخ. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم. تنسوش لو عجبتكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. على فكره انا بعت اجيب كايزر لان هما بيقدموا جنبه كايزر صغير كده. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، واستنوني فيديو جديد. باي باي.